السادة المحترمين أصحاب القهاوي، الناس الغاليين اللي بيسعوا على أكل عيشهم بالحلال، الناس الطيبين. أنا بقدم لكم النهاردة 5 نصايح، بس أنا عايز الكل يعرف الأول إن ساعات القهوة بيبقى لها مهمة اجتماعية. يعني صاحبك لو عايزك في مصلحة وما عندكش مكان تقابله فيه أو ما تقدرش تدخله بيتك، بتقابله على القهوة وتشوف المصلحة وتسقيه كوباية شاي وبالسلامة. كذلك الصنايعية بيتواعدوا ويتفقوا على الشغل مع بعض على القهوة. حتى في الريف القهوة اللي بتسهر شوية على طريق ولا حاجة في قرية بتعمل هيبة للمنطقة ضد اللصوص والحرامية. صاحب القهوة الراجل المحترم، أنا عايزك تتحملني في ال5 وصايا اللي هقولهم لك النهاردة. أول وصية لأخويا الغالي صاحب القهوة، إن أنت راجل بتسعى على أكل عيشك، بتأكل عيالك بالحلال وأنت راجل محترم، فاكتفي بالمشاريب. اسقي الناس سحلب، اسقيهم شاي، اسقيهم قرفه، اسقيهم عصير، اسقيهم حاجه ساقعه، بس اجتنب موضوع الشيشه والمعسل والدخان لان دي من الخبائث. اجتنبها على قد ما تقدر. ما هتقدرش؟ طيب على الاقل لو جالك شاب صغير ولد جاي يشرب عندك معسل، انصحه، اعتبره ابنك وقول له يا ابني ما ينفعش انك تدمر نفسك وانت صغير. ممكن يشيلها لك نصيحة، ممكن يشيلها لك طول العمر ويمشي بنصيحتك، فربنا يكرمك. وبعدين ما ينفعش يبقى القرآن في الميتم شغال وجايبين صاحب القهوة يسقي الناس شاي وعامل غرزة ورا بيسقي الناس معسل وساعات حاجات تانية والراجل بيقرأ قرآن. احترم هيبة القرآن، احترم القرآن، ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك. الوصية التانية، أنا عارف يا صاحب القهوة يا راجل يا محترم يا غالي على القلب، إن قهوتك بتصرف على عيلة كاملة، وممكن تكون بتصرف على عيلتين أو 3 لو شغال فيها راجل أو 2 أو 3. فعلشان كده امنع دخول الكرشينة القهوة، لأن لعب الكرشينة ميسر. ما هتقدرش؟ طيب على الأقل امنع لعب الكرشين على فلوس، لأن لعب الكرشين على فلوس ده قمار، وربنا سبحانه وتعالى نهانا عنه وحرمه عشان مالك ما يختلطش بالحرام وانت راجل فاتح بيت وبتصرف على أسرة. الوصية الثالثة لأخويا المحترم صاحب القهوة، النبي عليه الصلاة والسلام وصانا بالجيران، والقرآن عرفنا ان الجار له حرمة. فبلاش صوت التلفزيون العالي قوي، وبلاش الخبط والرقع على الترابيزات، وبلاش الزباين اللي بيسب الدين وبيزعق وبيشتم وبيعمل. اتق الله في حرمة الجيران. ليه؟ لأن البيوت فيها نساء جنبك، البيوت فيها ناس عيانين، البيوت فيها ناس نايمين، البيوت فيها طلبة بيذاكروا. يبقى أنت يا صاحب القهوة تراعي حرمة الجار، بلاش الأصوات العالية علشان ربنا يكرمك ومالك يبقى حلال. الوصية الرابعة يا صاحب القهوة يا راجل يا محترم، النبي عليه الصلاة والسلام وصانا بحرمة الطريق اللي قدام قهوتك، الشارع ده هو له حرمة، فبلاش انك تقفل الشارع بكراسيك بترابيزاتك بزباينك، وكل اللي يعدي او اللي تعدي تلاقي 1000 عين بتبص لها. ما ينفعش. واحد معدي بمصلحته، واحد معدي بعربيته، واحد معدي في الريف، واحد معدي ساحب بقرته، 6 معدية. بلاش نلاقي كل اللي قاعدين على القهوة قاعدين بره على الترابيزات وعمالين يبصوا لها. لازم تعرف ان الطريق له حرمة، زباينك في قهوتك. طيب اللي يضطر ويقعد بره لازم يعطي الطريق حقه، زي النبي عليه الصلاة والسلام ما قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هتقدرش يبقى اقعد في القهوة جوه وما تطلعش بره. الوصية الخامسة لأخويا وحبيبي صاحب القهوة، والله أنا بشكرك إن أنت صبرت معايا ووصلت للدقيقة دي من الفيديو. خامس وصية، اوعى تحط نفسك في موضع الشبهات، لأن اللي بيحط نفسه في موضع الشبهات ويجرى له شيء ما يلومش إلا نفسه. واعلم حبيبي صاحب القهوة إن التنازل بيبدأ بخطوة واحدة، لو تنازلت مرة هتتنازل مليون مرة. يجي لك واحد يقول لك رصي لي حجر الحشيش او مش عارف رصي لي ايه، اطرده بره. اوعى تتنازل عن مبادئك. انت فاتح مكان لاكل العيش الحلال، لقيت واحد برضه باين عليه الريبه وشكله ماهوش قوي، واحد غريب قاعد او 2 بيتفقوا على، اطردهم بره. ما ينفعش، انت المسؤول في هذا المكان. طيب لو انت فرطت في الكلام ده كله وبدأت ترص لفلان وعلان في قهوتك، هيجلب لك 3 حاجات، وال3 حاجات زي الزفت. اول حاجة سمعة سيئة لقهوتك، تاني حاجة مال حرام لأسرتك، تالت حاجة مساءلة أمنية
لحضرتك، فاجتنب الشبهات. بكرة إن شاء الله أحبتي ضمن برنامج الوصايا الخمس لنا 5 وصايا جداد، انتظرونا. أخوكم جمال الدقناوي.